السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده راجعه لكم فيديو. طبعا كلنا بنقول هو انت فاكر نفسك ابن بارنديلو؟ عمر حد سأل يعني ايه الكلام ده؟ وليه دايما احنا بنقعد نقول كده؟ كان في زمان ايام الدولة العثمانية كان في راجل غني كده وملو هدومه، اسمه سليمان بيك الأرمني، وكان واخد رتبة اسمها سنجق. سنجق ده يا جماعة اللي هو دلوقتي كده لواء، وكان مشهور بين المصريين بسليمان بيك بارم ديله. اصلا كان دايما بارم شنبه، فالناس بدلت الشنب بالديل علشان يتريقوا عليه. نموت احنا في التنمر طول عمرنا يا مصريين. فلما مات سليمان بيه ابن عثمان مسك مكانه. كان ايه زي ابوه كده بالظبط، فارس وشجاع. لكن سنة 1715 حصلت حرب بين عثمان ومحمد بيك قطامش، فهرب عثمان ومحدش عرف له طريق جرة لحد ما مات وهو لسه في عز شبابه، كان عنده 37 سنة. بس الناس كانت بتحبه قوي وفضلوا يضربوا بيه المثل. فبقوا لما يلاقوا اي حد عامل فيها ناصح كده او فالح يقولوا ايه، هو انت مفكر نفسك ابن بارنديلو؟ فمن هنا يا جماعة بدأت الناس تطبق المثل ده، ولحد النهاردة أحيانا لما بنيجي نتكلم مع بعض وتحس إن الشخص اللي قدامك مقطع السمكة وديلها وعامل فيها واد فروت كده، بنقول له إيه، هو أنت فاكر نفسك ابن بارم ديلو؟ فمن ساعتها المثل ده يا جماعة مازال بيتردد لحد اليوم. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة، ولو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع